السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا النهاردة من الحلويات الباردة، كيكة الموزايك او الكريستال او كيكة الافاتار او كيكة الاحجار، اي نوع من المسميات ديت. طبعا الكيكة ديت بتبقى في الصيف وحلوة قوي ومنعشة. اول حاجة في الكيكة ديت هنعمل كيس من الجيلي الاناناس، دوبته في كوباية مية سخنة وقلبته كويس قوي. وبعد كده هجيب صينية، الصينية ديت بكون دهناها زيت خفيف جدا، وهبتدي ان انا هصب الجيلي. بعد ما صبيته كده هركنه على جنب، وهبتدي ان انا هجيب النوع التاني من الجيلي، وجيلي من الفراولة. طبعا كلنا بنحب جيلي الفراولة. وهبتدي طبعا انا دهناه زيت خفيف برضو، وصبيته في علبتين. والجيلي التالت هو جيلي المانجا. طبعا انا عملته برضو في كوباية مية سخنة ودوبته وحطيته برضو في علبتين زي ما انتم شايفين، وبعد ما برد هحطه في قلب التلاجة. هنا هبتدي ان انا هعمل الحليب، حطيت كوبايتين من الحليب وثلاث معالق من السكر. وطبعا هدوبه كويس قوي لحد ما اللبن بدأ يسخن. حطيت معلقتين كبار من الجيلاتين، وطبعا زي ما انتم عارفين الجيلاتين بيكتل معانا، ولازم ندوبه كويس قوي عشان يدوب في قلب اللبن. وبعد ما بيدوب كويس قوي واللبن بيغلي معانا، بس ما نحاولش اللبن نحروقه، لازم اللبن يكون كويس قوي. وبعد كده هسيبه يبرد. بعد كده هجيب الجيلي بعد ما سيح، هبتدي ان انا اقطعه مكعبات كده، وهطلعه من قلب الطبق كده بشويش. وهجيب كل نوع من انواع الجيلي كده هقطعها كده، وهبتدي ان انا اطلعه من قلب الصينية بتاعته. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد، وياريت تشيروا الفيديو لكل أصحابكم عشان يشوفوا الفيديو معاكم. وهقلب كل نوع من أنواع الجيلي اللي هو الأناناس والمانجا والفراولة مع بعض. وهجيب صينية برضو مدهونة بزيت خفيف كده، وهبتدي ان انا هوزع الجيلي في قلب الصينية كده. وهجيب بعد كده الحليب، ولازم الحليب يكون بارد جدا عشان طبعا الجيلي اللي انا عملته وسقعته ما يسيحش مني. واحطه في قلب، اوزع اللبن على الجيلي كده. وبعد ما وزعت كل الحليب كده هبتدي ان انا احطه في التلاجة يسقع. هنا الجيلي بعد ما سقع وجمد مني كده، زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي ان انا هجهز طبق كده عشان اقلب الجيلي في قلب الطبق. واقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، وابتدي ان انا هقلب كده الجيلي في قلب الطبق الناحية التانية كده. زي ما انتوا شايفين كده ببتدي ان انا هقلبه. بصوا الشكل بتاعه. طبعا الجيلي كله جه الناحية التانية، والناحية ديت كلها الحليب هو اللي ظاهر، والجيلي كله من تحت طبعا، عشان انتوا عارفين ان الجيلي بيبقى خفيف جدا وبيبقى من الناحية التانية. زي ما انتوا شايفين، بصوا بوريهولكم من هنا. بصوا شكله جميل جدا وطعمه رهيب جدا، وياريت تجربوه. وصفة حلوة جدا ومنعشة في الصيف زي ما انتوا شايفين. وياريت ما تنسوش اللايك في النهاية. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.